السلام عليكم، اهلا وسهلا الاخوان والاخوات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده وما ناقصكم حتى خير ان شاء الله يا ربي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. رمضان مبارك سعيد، كنتمنى تكونوا دوزتوا في احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي، بالصحه والسلامه والرزق والتيسير والصيام والصلاة والقراءة القرآن إن شاء الله يا ربي. اللهم تقبل منا ومنكم يا رب العالمين. المهم كما كتشوفوا هنايا اليوم جيت نشارك معكم الرغيفات ديالي بالخضر اللي كيجيو لذاذ بزاف بزاف وكيجيو روعه روعه. المهم هنايا بالنسبه للخضر عندي الجعده والقراح خضراء وفلفل الوان واربعه ديال الدروسه ديال الثوم. المهم حكيته في الحكاكه موسطه. المهم هنايا بالنسبه للعطريه عندي هنا الابزار والقزبور حبوب اللي مطحون وفلفله حمراء وهذا سكينجبير وصلصه ديال صلصه الحاره، وهنايا الملحه والزيت اللي غادي نشحر فيهم او نقلي فيهم هذا الخضر. المهم انا هنايا ما بيا وما عليا صراحه، كنت كنتشاهد الفيديو واحد الاخت من بلجيكا كانت حضراتهم يعني هيدا بالخضر، والصراحه شهدتني فيهم وقلت علاش لا نوض نعدلهم، لان الواحد ملي كيكون صايم وكيتفرج هيدا راهي كل ما انت كتفرج ديك الفيديو كتقول نوض نعدلو. المهم هذا ما كاين المهم كانت عندي الحريره معدله، قلت انا نعدل هاد الرغيفات هادو وخصوصا بالخضره يعني حيت خصوصا دابا في رمضان ما كناكلوش الخضر بزاف بزاف هيدا مطيبه، فندخلوهم هيدا في المعجنات اولا في الرغيفات هيدا، واخا يعني ديك المعجنات بزاف راه ما صالحينش فحالهم فحال الحلويات وداك الشيء هذاك كلشي فحال فحال. المهم هذا ما كاين. بالنسبه هنايا المقله عملت فيها الزيت، ما عملتش بزاف على حسب باش ما تبقاليش فيها الزيت. هنا كان وضعت اول حاجه عملت البصل، وغادي نعمل هنا الثومه، وغادي نخليهم يتشحروا مع بعضياتهم حيت تلقى الريحه ديال هذيك الثومه ديك صافي ديك الساعه نعمل الخضره اللي عندي كامله. المهم انا كنت غنعمل الجعده هي الاولانيه والفلفل، ومن بعد عملت حتى القرع، قلت زعما نتاكل هي اللي كتعطل الجعده والفلفل هي اللي كتعطل في الطياب. ومن بعد زيد حتى ديك القرع قلت يطيبوا داكشي كلشي مع بعضياتهم لان الجعده محكوكه دغيا غادي تدبل. المهم هنا كما كتشوفوا غادي نشحر الخضره ديالي. المهم هنايا ما غنعملها لا بكفته ولا بدجاج او قطع ديال الجداد. المهم غادي نعدلوها باللوله ديال الطون. المهم الطون مطيشه هي اللي غادي نعمل غادي نعدل في هاد الحشوه هادي. المهم كما قلت لكم العطريه يعني الابزار والقزبر يابس مطحون، وكذلك فلفله حمراء او البابريكا، وكذلك هذا سكينجبير. المهم انا السكينجبير سبحان الله كيعجبني بزاف المذاق ديالو، وخصوصا مع الجداد يعني كيعجبني بزاف بزاف. المهم مره مره كتجبروني كنكثر يدي شويه في السكينجبير. هنا غادي نعمل الملحه على حسب الملاح. انا عندي ملاح رقيقه، بعد مراري واحد الاخت قالت لي تينا كتعمل الملاح بزاف، ولكن ماشي كنعمل ملاح بزاف، الملاح رقيقه يعني كنعمل تقريبا 2 معالق صغار وهي الله كتجي هي هذيك في الملحه ديالها. المهم هنايا عملت ديك الصلصه الحاره، صراحه حاره هذيك الصلصه بزاف. وهنايا واحد المكون اللي ما قلتوش في المقادير هو هذا العطريه المكسيكيه، صراحه كتجي روعه روعه روعه، كتعطي واحد الفرق في الحشوه، واحد المذاق في الحشوه مزيونه بزاف بزاف. المهم هنا وضعت واحد الملعقه صغيره ديال صلصه الطماطم، وصافي غادي نخلي داكشي يتشحر مع بعضياتو مزيان مزيان. ومن بعد عاد نضيف العلب ديال الطون. صافي ملي غنضيف العلب ديال الطون غادي نحرك هاد المكونات اولا هاد الحشوه اللي عندي كطيب، وصافي وغادي نطفي عليها وغادي نعجنها. كنت عجنتها قبل، المهم عجنتها وخليتها ترتاح يعني ما فيهاش الخميره، يعني كنخليها ترتاح على الكانه ديالها. المهم حتى كنوقف عليها. المهم كما كتشوفوا هنا كنت قطعتها وعملت كرات شويش كبيبرين، ماشي كبيرين بزاف ولكن المهم على اللي معتاد انا كنعملهم. انا كنعمل رغيفات صغيورين، كيعجبوني الرغيفات الصغيورين ما كنعملهم شي كبارين. المهم هنا غادي نغطيهم ديك البلاستيكه اللي كانت العجينه فيها، وصافي غادي نبدا نطلق نخليهم غير يرتاحوا شي شويه، يعني ماشي كما كورتهم بديت نعمر فيهم، لا خليتهم يرتاحوا شي شويه. ومن بعد عاد جيت نكمل على التحضير ديالي لهاد الرغيفات. المهم هنايا غادي نطلق بعد منه ما نعملو في الفران.
واحد جوج رغيفات. المهم طلقتهم وعملت لهم الزبده، دهنتهم بزيت الزبده، يعني ورقتهم بالزبده وخليتهم، يعني عملتهم الفرن، ويا اخرين عملتهم عاديين، يعني الرغيفات عاديين مسمن ب... بالزيت وصافي والحشوه. المهم هنايا طلقت ديك العجينه كما كتشوفوا، طلقتها مزيان. المهم انا الاولانيه طلقتها والثانيه ما طلقتهاش هيدا، لان هي غادي نخليهم حتى الاخر عاد نعمرو. ولكن من بعد قلت لا، ما معلاش نطلقها هيدا، لان غتبقى تما غتزيد ترخى، فقلت الثانيه ما طلقتهاش بزاف. المهم هنايا كندهنها بالزبده، اي زبده عندكم، يا ديال التوريق يا ديال المارغرين، المهم اي زبده عندكم اللي موجوده. المهم تكون يعني بدرجه الحراره ديال المطبخ، باش يمكن لكم يعني تعدلوها دهنوها مزيان هيدا في الرغيفات. المهم هنا كنطوي الرغيفات ديالي يعني بهذه الطريقه، هذا الشكل هذا المهم المعتاد اللي معروف الرغايف. كل واحد شنو كيقولوا مسمن اللي كيقول. المهم انا عندي بالنسبه لهادو اللي بالعجينه والزيت وداك الشيء كيطيبوا في المقله، عندي كلهم رغايف، بحال مسمن بحال الرغايف بحال الملاوي انا بعدا صراحه. المهم انا غادي نعدل الثانيه معكم. المهم اللي كيوصل حتى هنايا وكان باقي ما عمل شي واحد اللايك وباقي ما كتب شي تعليق، كنقول له خلي لي واحد اللايك ديالك وكتب لي واحد التعليق المحفز اللي يشجعني ان شاء الله يا ربي باش نزيد ننزل الفيديوهات. وخصوصا دابا الفيديوهات في رمضان راه صعب بزاف بزاف بزاف. الناس اللي كتنزل راه عارفه، يعني كتصور وكتنزل، واللي عندها الوليدات صغار يعني عارفه تماره اللي كتضرب، خصوصا اللي كيكون الترابي باقي صغيره، يعني ها يدك في الكوزينه يدك معاه، فهمتي كيفاش؟ يعني هانتينا في الكوزينه هانتينا معاه جالسه معاه. المهم نتوما عارفين يعني هو عيب التصوير، الا كنتي الحاجه كتعملها في نص ساعه المكانه تعملها في ساعه المكانه، فما بال يكون عندك تربيه صغيره يعني تعمل ساعه ولا ساعتين حتى 3 ساعات وانت في ديك الحاجه انت كتعدل. ها هو فايق ها هو ناعس. المهم نتوما عارفين وصافي هذا ما كاين. المهم انا عدلت الثانيه وصافي. هنايا كنت عدلت واحد قطعه ديك المربع ديال الشعريه الصينيه. هذاك الرغيفات اللي غنعملو في الفران غادي نزيد لهم الشعريه الصينيه، ديك الحشوه اللي غتبقى لي غنزيد عليها الشعريه الصينيه اللي رطبتها دابا بالماء الطايب، وغنخليها حتى نسالي هاد الرغيفات يعني المهم تترطب ديك الشعريه، وديك الساعه نقطعها هيدا بالمقص ونعملها مع الحشوه اللي غادي نعمر بها ديك الرغيفات اللي ديال الفران. المهم هنايا كنطلق ديال الرغيفه ديالي، كنحاول ديك الحاشيه كتبقى شويه شغليطه، كنحاول يعني نبسطها هيدا يعني بيدي. المهم انا هاد الرغيفات ما غاديش نعمل الحشوه هيدا في الوسط ويعني وعاد تبقى العجينه هيدا خاويه، لا انا كيعجبني الحشوه ندهنها في الرغيفه كامله ونطويها، ما كنعمل لا رغيفه في وسط الرغيفه ولا كنبقى نقلب لا واحد الاتجاه نقلبو لاتجاه اخر، يعني باش تعمل الحشوه باش ما تقطعش ليش العجينه. صراحه انا العجينه ما عمرها تقطعت لي، يعني كنعملها بهذه الطريقه هذه دائما، ما عمرها تقطعت لي العجينه. يعني كنعمل الحشوه هيدا كنسرحها على العجينه ديالي كامله وصافي، كنجمع بالمسمن اولا الرغيفه عاديه بحال اللي كنطيبها وهي خاويه. المهم ما كنعملش شي واحد اللي كيعملها رغيفه في رغيفه اولا كيعمل كيجمع الرغيفه في هيدا ومن بعد الاخرانيه كيتنيها لتحت. انا لا، انا كنعملها عاديه بحال الطريقه المعتاده، يعني يا خاويه يا عمره، فكتعجبني هاد الطريقه هذه احسن. وصراحه ما عمرها زعما حشمتني ولا خرجت لي هذا الحشوه من على برا. المهم كما كتشوفوا هنايا وزعت ديك الحشوه كامله على الرغيفه، يعني كتجي العجينه كامله بالحشوه، يعني ما كيبقاش شي بلاصه خاويه اولا كتجي ديك الحشوه صافي معمره وفي واحد الاتجاه كتجي، لا بهذه الطريقه انا كتعجبني وكل واحد كيفاش كتعجبو كيف يولف. المهم هنايا كنت ساليت بالنسبه للتصوير عذبني بزاف بزاف. المهم انا غنخليكم واحد المقطع هنايا، يعني ملي يعني التليفون ملي كنت كنمونطيه الفيديو كيمشي ويجي كيمشي ويجي لواحد الدرجه ما تصوروش. هنا كانت اخر وحده هذه اللي كنت غنعدلها باش هادو ديال الفران، هذه اللي بقات لي يعني التصوير ديالها معوض، اما التباقي التصوير ديالهم كامل كيمشي وكيجي. واخا كنت كندهن عاوتاني هاد كندهنهم بالبيضه حتى هما عاوتاني التصوير هيدا كيمشي ويجي. المهم كما كتشوفوا هنايا هذه حتى هي ما غاديش نضيعها، هذه اخر قطعه عندي صافي. هنايا غادي نجمعها بحال الشكل ديال
بحال شكد الرغيفه هيدا صغيره وصافي، باش ما نرميش هاد العجينه. صافي هنايا كما كتشوفوا كان عندي الطاوه صافي ساليته، وما كنت بغيت صورته معكم من اللي بديت اول وحده، ولكن التصوير ما صراحه التليفون بدا كيحمق مره نهائيا. المهم هنايا كنت بغيت نشاركهم معكم ملي كانوا ملي وجدوا عاوتاني هيداك بدا كيخدم لي، كملت التصوير بالتليفون الراجل ديالي. انا الا كنبدا نقطع معكم وحده حتى كيكون هذا كاميرا قطعات. المهم هاد كيفاش المهم انا غنخليكم واحد الفيديو قصير قصير هنايا ديال كيفاش كيرجع لي التليفون ديالي ملي كيحمق. المهم انا هنايا خليتكم واحد المقطع ديال الفيديو تشوفوا كيفاش كيرجع لي التصوير. هيدا التليفون ملي كنبدا التصوير صافي غير كيسخن التليفون صافي كيبدا يعمل لي بحال هيداك. المهم هنايا كنت طفيت وخليت وحتى ساليت عاوتاني كلشي، عاد عاوتاني بديت كنصور بشويه بشويه، ومن بعد كملت بالتليفون ديال الزوج ديالي ملي جا من الخدمه. المهم هنايا كنشارك معكم الطياب ديال الرغايف. المهم كما كتشوفوا ما كنعملهمش الزيت بزاف انا في المقله. انا بالنسبه للزيت لا مسمن هيدا معمر ولا هذا في الفران، ما كنعملهمش الزيت بزاف. المهم هادو هما الفرن اللي خرجتهم من الطابو. والرغيفات ديالي انا الرغيفات معمرين كيعجبوني يكونوا محمرين، ما كيعجبونيش يبقاو شويه هيدا ذهبيين ولا بيض. المهم كما كتشوفوا صراحه جاو لذاذين وجاو كيحمقوا. المهم كنت جيت كنوريكم هاد القطعه. فيما كنت كنهز واحد القطعه كان كيتقطع لي التليفون. هانتوما غتشوفوا بان الفيديو غيوقف. المهم كل مره كنهزها باش نكمل باش نصور عاوتاني كيتقطع. المهم ديك الساعه كملت بالتليفون ديال الزوج ديالي، هو هذا يعني التصوير ديالو مختلف على تصوير التليفون ديالي. المهم كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم ان شاء الله يا ربي، واللي وصل معايا حتى هنا كنقولوا ما تنسانيش من ديك اللايك ديالك ومن التعليق محفز ان شاء الله يا ربي. واللي كتشوف قناتي اول مره، اختي ولا خويا ولا بنتي، كنقولها اشتركي في القناه وفعل زر الجرس باش يوصلك ما هو جديد. شكرا لكم على حسن المتابعه، ومع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.